الاوفر ثينكينج فيلم مرعب من انتاج مخك. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هنحط دلوقتي محادثه ان انت مخك بيتكلم معاك، هيجي يقول لك ايه انت فاضي؟ طب ما تيجي افكرك بحاجه تضايقك، ويبدا يجيب لك تفاصيل حاجات حصلت في يومك وانت ما كنتش واخد بالك منها. ده صاحبك ده قرا المسج بتاعتك وما ردش عليك، هل يا ترى هو زعلان منك ولا هو متضايق ولا انت مش فارق معاه اصلا؟ وبعد كده يبدا يخش على نقطه هو انت اصلا في حد بيحبك؟ طب هو انت لو جرالك حاجه الناس هتبقى موجوده معاك؟ انت لو اختفيت حد هيحس بيك؟ نبدا نخش في الاصعب شويه، انت انسان فاشل، هو انت عملت ايه في حياتك؟ هو انت في مين معاك؟ هو انت في مين بيقدرك؟ وفي لحظه واحده المخ بيبدا يرسم سيناريوهات كتيره قوي وعقلك الغبي بيصدقها. فبلاش تسمع كلام مخك وتعيش في خيالات وسيناريوهات مرعبه اصلا ملهاش وجود من الصحه. دايما حط ان اللي قرا رسالتك وما ردش عليك ده ممكن يكون نسي، ممكن يكون اتلهى في حاجه، ممكن يكون ما كانش فاضي، ممكن يا اخي النت عنده خلص. حط في دماغك ان ما ينفعش ان انا اقعد افتكر الماضي وافتكر الذكريات واقعد اعيد في حاجات اصلا خلاص عدى عليها وقت وافضل واقف في نفس مكاني وما تقدمش لقدام. فخلي بالك، لازم توقف السيناريو ده لما دماغك تبدا تالف، لازم تقول بصوت عالي كفايه، واكتب كل افكارك على الورق، هتشوف قد ايه هي سخيفه. مارس التامل وتنفذ بهدوء وارجع للحظه اللي احنا فيها دلوقتي. اتكلم مع حد بس يكون حد حقيقي مش حد في دماغك. كل ما تلاقي دماغك بتسحلك في حاجات مش حقيقيه حاول تعمل حاجه مفيده تكون بتحبها. لو عجبكم الفيديو ده تقدروا تقولوا لي في الكومنت ان انا اكمل في سلسله الفيديوهات الصغيره قوي دي.